بسم الله الرحمن الرحيم. تحية مجددا مع متتبعي قناة بروف خالد باقة. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لتلاميذي الأعزاء وللراغبين في اجتياز امتحان بكالوريا أحرار، وهو درس تاريخي سيقدم بشكل مبسط ووجيز وفعال. هذا الدرس هو تحت عنوان المغرب تحت نظام الحماية. إذن كما تعلم أيها التلميذ العزيز، أيها الطالب، أيها الباحث، أن المغرب خلال القرن التاسع عشر كباقي المستعمرات وبداية القرن العشرين شهد تنافسا إمبرياليا حول هذا البلد، من سيستعمر المغرب. إذن هناك تنافس إمبريالي واستعماري بين القوى الأوروبية من سينفرد بهذا الموقع الاستراتيجي. إذن قبل البدء في هذا الدرس سنطرح مجموعة من التساؤلات. ما هي الحماية؟ وما هو عقد الحماية؟ وما هي الظروف أو السياق العام التي جاءت فيه الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912؟ وما هي بنود الحماية؟ وما هي بعض الأجهزة التي وظفها المستعمر، الأجهزة الإدارية، من أجل التحكم في الإدارة المغربية والتحكم في التراب المغربي؟ ثم أيضا ما هي ردود فعل المغرب تجاه هذا الاستعمار؟ إذن أولا سنقف على المفهومين: ما هو عقد الحماية وما هو نظام الحماية. عقد الحماية هو عقد تم توقيعه بين السلطان مولاي عبد الحفيظ سنة 1912 في 30 مارس بفاس مع السلطات الفرنسية، مع السفير الفرنسي رينو، من أجل أن يكون المغرب تحت الحماية الفرنسية. وماذا نقصد بالحماية كنظام؟ الحماية جاءت من فعل حمى يحمي، أي أن القوي هو الذي يحمي الضعيف. وبما أن القوى الإمبريالية تكالبت على المغرب، أرادت أن تستعمره، فقد استطاعت فرنسا أن تنفرد بالمغرب وأن تحميه من هذه الإمبريالية الضروس القوية، حيث أن جميع الدول الأوروبية تريد أن تستعمرها، بما فيها إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا إلى غير ذلك. وهكذا جاءت فرنسا وقالت المغرب: سأحميك حتى تصبح قويا. ونظام الحماية نعني به أن تتواجد إدارتين: إدارة محلية مغربية وهي إدارة شكلية على رأسها السلطان، ثم أيضا إدارة فعلية استعمارية أجنبية فرنسية وإسبانيا، وهي الإدارتين الفعليتين اللتان تتحكمان في المغرب، وهما اللتان تصدران الأوامر والقوانين والظهائر. إذن هذا هو النظام الحماية، فهو نظام استعماري غير مباشر تتحكم فيه الإدارة الاستعمارية الفعلية في تدبير شؤون البلاد، أما الإدارة المحلية فهي فقط صورية شكلية. إذن فما هو السياق التاريخي لظهور نظام الحماية أو فرض نظام الحماية الفرنسي على المغرب، أو الأسباب التي ساهمت في ظهور فرض نظام الحماية على المغرب؟ أولا سنقف عن سببين: السبب الظروف الداخلية والظروف الخارجية، وسنشرع بالظروف الخارجية. الأسباب التي أدت إلى انفراد فرنسا بالمغرب أن الموقع الاستراتيجي للمغرب كان جذابا للقوى الإمبريالية، وهكذا قامت فرنسا بمعية حليفتها إسبانيا بإبعاد بقية القوى المنافسة لهما عن طريق عقد مجموعة من الاتفاقيات الودية، كالاتفاق الودي الفرنسي الإنجليزي، حيث فرنسا تنازلت عن مصر لصالح إنجلترا لتأخذ المغرب، ثم أيضا الاتفاق الفرنسي الإيطالي حول ليبيا والمغرب، وأخيرا لتنفرد فرنسا لتبعد جميع القوى المنافسة لها لتبقى أهم قوة التي تشكل لها عرقلة، والتي تتمثل في ألمانيا، حيث تنازلت عن جزئها من حوض الكونغو لصالح ألمانيا لتنفرد بشكل نهائي هي وإسبانيا
بخيرات المغرب الغنية من المواد الأولية والمعدنية، لأن المغرب موقع استراتيجي جذاب إذا من حيث المعادن وكذلك الموارد الفلاحية والبشرية كقوة أو كاستغلال بشري في نظام السخرة وبأجور زهيدة. أما بالظروف الداخلية فنعلم أيها التلميذ أيها الطالب أن المغرب خلال بداية القرن العشرين عانى في عهد السلطانين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ مجموعة من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. على سبيل المثال من الناحية السياسية نجد أن المغرب في عهد السلطانين تميز بوجود تمردات وحركات سببت قلاقل للمغرب خاصة مع الأجانب كحركات أحمد الريصوني التي تقوم بخطف الأجانب مقابل فدية، وهذا ما أحرج السلطان مولاي عبد الحفيظ ليقوم بتعيينه ليبتعد عن ذلك كعامل على طنجة. ثم أيضا ثورة بوحمارة أو الجيلالي الزرهوني الذي ثار على السلطة المركزية وقام بمجموعة أو خاض مجموعة من الحروب ضد السلاطين لينتهي الأمر بالقبض ويتم إعدامه في عهد السلطان مولاي عبد الحفيظ. ثم أيضا مشاكل اقتصادية المتمثلة في ارتفاع ديون القروض من نوادي والأبناك الأوروبية، ثم أيضا ضعف التجارة الخارجية وكذلك ضعف الإنتاج الفلاحي بفعل الجفاف والجراد، وكذلك ترتيب العزيزي الذي وهي عبارة عن ضريبة ثارت ضده التيارات الدينية لأنها غير شرعية وكذلك المجتمع لأنها ضريبة فلاحية غير شرعية. إذن كل هذه المشاكل سهلت المأمورية لفرنسا لتنفرد بالمغرب ويرفع المغرب أياديه لصالح فرنسا لتتحكم في المغرب. وهكذا تم فرض نظام الحماية سنة 1912 في 30 مارس بتوقيع من كل السلطان مولاي عبد الحفيظ بحضور السفير الفرنسي رينو وكذلك المترجم الجزائري قدور بن غبريط. نعم. ثم أيضا أن هذه الحماية أتت بمجموعة أثناء توقيعها أتت بمجموعة من الشروط أو البنود، حيث اتفق الطرفان بوجود هذا المترجم على مجموعة من الشروط، من بينها أن فرنسا وإسبانيا خاصة فرنسا وعدت المغرب بإصلاحات اقتصادية اجتماعية عدلية مالية وبإدخال أجهزة إدارية متطورة. ثم أيضا كون فرنسا وإسبانيا ممثلتان للمغرب في العلاقات الدبلوماسية بين قوسين لكي لا يتدخل أي أجنبي في الشؤون المغربية وتنفرد فرنسا وإسبانيا بالمغرب، أي تفادي المنافس. ثم أيضا أن فرنسا وإسبانيا وعدت المغرب باستتباب وتوفير الأمن لقمع القبائل المتمردة خاصة في مناطق السبا أو مناطق التي تعرف ثورات ضد الإدارة المركزية لسلاطين الدولة العلوية. ثم أيضا نجد مشكلة أخرى المتمثلة أو بنود أخرى، حيث أن فرنسا وإسبانيا ستحترمان السلطة التشريعية السلطة الدينية وكذلك حرمة السلطان إلى غير ذلك من هذه البنود. لكن المجتمع المغربي رفض ذلك ووقعت أحداث دامية سنة 1912 بفاس لعدم قبول رجال الدين والمجتمع المغربي هذا التوقيع. وليتحكم المستعمر في خيرات البلاد لا بد له من أجهزة إدارية، حيث قام أول مقيم عام فرنسي بالمغرب المتمثل في روبرت ليوطي بوضع دعائم إدارية من المركز إلى ما هو إقليمي إلى ما هو محلي بالتعاون مع السلطات الإسبانية من أجل تسهيل مأمورية الاستغلال، لأن غرض المستعمر من وجوده بالمغرب هو استغلال خيرات البلاد، حيث قام المستعمر خاصة بمنطقة نفوذ الفرنسي بوضع أجهزة إدارية مركزية إلى جانب السلطان
حيث أن المستعمر هو الذي يتحكم في الوزارات المالية والتشغيل والأشغال الكبرى إلى غير ذلك. أما الإدارة المغربية أو المحلية فهي لها فقط صدر الأعظم وكذلك الاهتمام بالشعائر الدينية، بأن المستعمر قام بالتحكم بالوزارات، وزارة السيادة ووزارة الجانب الاقتصادي والأمني. ثم أيضا قامت فرنسا بتعيين قادات عسكريون وضباط أمنيون في المدن التي المدنية بالدار البيضاء والرباط، وعسكرية كالفاس وكذلك مراكش لاستتباب الأمن. إذن وكذلك على المستوى المحلي هناك قوات أو هو جمع قائد يسيرون هذه المناطق بتواجد سلطات فرنسية لتسهيل مأمورية الاستغلال. ثم أيضا بمناطق النفوذ الإسباني نجد خليفة السلطان، مثلا بتطوان نجد أن هناك خليفة السلطان، لأن تسمى هذه المناطق بالمناطق الخليفية، أي مناطق النفوذ الإسباني، لأن المغرب بين قوسين قسم إلى 3 مناطق أساسية: منطقة النفوذ الفرنسي والإسباني وطنجة الدولية. بمنطقة النفوذ الإسباني تسمى منطقة الخليفية نسبة لتواجد خليفة السلطان بتطوان بمعية المقيم الإسباني وبوجود وبمساعدة مجموعة من الإداريين وكذلك القضاة المغاربة والقادة العسكريين الإسبان، حيث يسيرون مناطق النفوذ الإسباني خاصة في القسم الشمالي. أما طنجة الدولية فهي ذات نظام دولي بها خليفة السلطان، حيث نجد سلطة تنفيذية وتشريعية، حيث نجد أن السلطة التنفيذية يتناوب عليها قناصل دوليون، لأن هناك قناصل إيطالي، قنصل إيطالي، إسباني، فرنسي، أمريكي إلى غير ذلك. وكذلك هناك ممثل السلطان أو خليفة السلطان في هذه المنطقة، وكذلك وجود برلمان وسلطة تشريعية التي تشرع القوانين وتصادق عليها السلطة التنفيذية من أجل تسيير المدينة. إذن الأجهزة الإدارية ستمهد الطريق للمستعمر، الغرض منها هو تمهيد الطريق لاستغلال خيرات البلاد. لكن هذا التواجد الاستعماري سيسبب ردود فعل تجاه القبائل المغربية التي رفضت وجوده تماما. ومن هذه القبائل نجد قبائل الجنوب والصحراء والأطلس المتوسط وجبال الريف وقبائل الجنوب الشرقي. بالنسبة لمقاومة قبائل الجنوب الصحراء نجد معركة سيدي بوعثمان التي قادها أحمد الهيبة مع أخيه مربي ربوه ضد الوجود الفرنسي سنة 1912. فقد واجه أحمد الهيبة بمنطقة سيدي بوعثمان القريبة لمراكش بحوالي 20 كيلومتر، قد واجه المستعمر بعتاد بسيط جدا وبطرق تقليدية، لكن المستعمر استطاع بخططه المتطورة أن يهزم أحمد الهيبة بمساعدة مجموعة من الخونة خاصة العيادي. ثم أيضا معركة الهري بالأطلس المتوسط قرب القباب وكذلك بين خنيفرة والقباب تيغسالين سنة 1914، حيث قاد محوحم الزياني بمعية قبائل شقير نايت بوحدو والمرابطين ضد الوجود الفرنسي هناك، حيث حققوا انتصارا عظيما لقطع التواصل بين الشمال وبين القوات في النصف الشمالي، القوات الفرنسية في النصف الشمالي والجنوبي، إذن في الطريق المتجهة إلى فاس ومكناس ونحو مراكش وتادلة إلى غير ذلك بنملال. ثم أيضا معركة أنوال بالريف سنة 1921، حيث بين أنوال نعني بها باللغة الأمازيغة أي منخفض بين الجبال،
حيث قاد عبد الكريم الخطابي محمد بن عبد الكريم الخطابي هذه المعركة ضد الوجود الإسباني، حيث حقق انتصارا عظيما والحصول على غنائم والذخائر وراهن مجموعة من الكبار العسكريين، وكانت ضربة موجعة بالنسبة للإدارة الإسبانية. ثم أيضا نجد معركة بوغفر بالجنوب الشرقي، إذن قرب تنغير بجبال صغرو، حيث قادت كونفدرالية أيتعطا بقيادة عسوب اسلام معركة ضد الوجود الفرنسي، محققا انتصارات، لكن هذا الأخير استسلم لظروف عديدة، لأن الفرنسيين كانوا ينتقمون من المدنيين ليقوم عسوب اسلام بالاستسلام. إذن إلى غير ذلك من هذه القبائل التي ناضلت كقبائل أخرى بجبال أطلس الكبير، السفوح الشرقية خاصة سكونتي ببدو، ثم أيضا بمناطق أخرى بتافيلات، ثم أيضا بتارودانت إلى غير ذلك. إذن هناك مجموعة من المعارك الأخرى، حتى في الشمال أيضا أمزيان شريف أمزيان قاد معارك ضد الوجود الإسباني. إذن لكن استطاع المستعمر أن يضع حدا للمقاومة المغربية، مقاومة القبائل ما بين 1912 و 1934، والسبب في تراجع المقاومة ناتج عن ضعف الخطط الاستراتيجية للمغرب مقابل أمام الخطط المتطورة للمستعمر والتقنية الحربية، ثم أيضا استعمال آلات جد متطورة حربية مدمرة وأسلحة نارية فتاكة. هذا كله أدى إلى رضوخ المغرب للمستعمر ليظهر مستقبلا نضال آخر، وهو النضال السياسي للحركة الوطنية، لكي يحصل المغرب في الأخير على الاستقلال النهائي. وتحية لكم إلى فيديو آخر، والسلام عليكم.